3 أشياء إذا سويتهم في أي مباراة احتمال ما ينادونك مرة ثانية. معك كابتن علي، مدرب كرة قدم وأخصائي في علم نفس الرياضي، أقدم لك محتوى كروي ولكن بشكل مختلف. يلا نبدي. اولا، لا تمثل يا عزيزي. خلاص اذا انت تعبت عادي قول ترى بدلوني يا شباب، ما يحتاج تمثل وتسوي روحك ان انت مصاب. لا، انت ما تحصل على جائزة اوسكار في التمثيل، ما لها خص. تعبت بدل، بسيطة يعني. لا تعطينا جونا اليوم مو بيومك. رقم 2، هذه تصير مليون مرة، لا تنتقد ربعك وانت بنفسك ضايع. مضيع لي 5 أهداف قدام المرمى، تنتقد رفيجك لانه ما غطى عدل؟ انت سجل اول. يعني ارجوك قبل لا تنتقد اي شخص تاكد ان انت مسوي شغلك اول. رقم 3 والاخيرة، سجلت هدف، الف مبروك. تسوي حركة السي وتبي تزحلق على ركبتك، هذه مو موجودة هني. احتفل مو لا تحتفل، بس لا تبالغ. ما حد درى عنك، ما حد درى عن هوا دارك. ترى هي لعب حواري وتقسيمه، يعني ما فيها تصوير بطيء وما فيها لقطات مهمه. لا، ما في. الهدف من هذه المباريات الوديه ترى هي اللمه الجميله. ما لا داعي ان انت تستفز غيرك علشان انت مسجل هدف. كريستيانو سجل هدف دبل كي في اليوفي قاعد عادي. لذلك خلي الموضوع بسيط عشان لا تصير انت ميم الاسبوع. ارسل هذا الفيديو الى شخص يسوي واحده من الامور الثلاث. تعجبك مثل هذا المحتوى ما بتخسر شيء يعني يا اخي. واذا عجبك مثل هذا التيشيرت تلقاه في فاموس. سلام.